السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد في قناة اكسوتك. معاكم شادو، والنهارده هنلعب سولو ليفلنج. النهارده هيبقى شرح كامل للارتفاكتس، السيستم بتاع الارتفاكت كلها. ازاي تبني شخصياتك، ازاي تماكسمايز الاستفادة بتاعتهم من الارتفاكتس. ايه انواع الارتفاكتس اللي انت لازم تحطها على شخصيات معينة، وازاي تجيبها وتجيبها من انهي مراحل بالظبط. هعرف كل حاجة في الفيديو ده، بس قبل ما ابدأ الفيديو عايز اعرفكم ان حوالي 83% من الناس اللي بتتفرج على فيديوهاتي مش عاملة سبسكرايب. يا ريت يا ريت يا ريت لو انت تتفرج على فيديوهاتي وعجبك الكونتنت بتاعي، يا ريت تعمل سبسكرايب، عشان السبسكرايب بيفيدني بطريقة قوية جدا. وانا فعلا محتاج السبسكرايبس اليومين دول، لان اليوتيوب بيعمل انالايز عندي عشان يبدأ يعمل لي مونتايز. فيا ريت يا ريت يا ريت الناس اللي بتتفرج على الفيديو مش عاملة سبسكرايب، يا ريت تنزل تعمل سبسكرايب. حرفيا مش هيخسرك اي حاجة، انما هيكسبنا انا كتير، وكمان انتوا هتستفيدوا. انا اول ما اوصل ان شاء الله 500 سبسكرايبر هعمل لايف وهجاوب فيه على كل فيديوهاتكم. اي حد واقف في اي مرحلة معينة هعديها له. هيبقى من غير فلوس، فري اوف تشارج. ف يا ريت تعمل سبسكرايب. عايز اعرفكم كمان ان في ناس كتير طلبت مني ان انا احط لها الاكواد بتاعه اللعبه كلها. ف خلال الفيديو هتظهر الاكواد على الشاشه، هيبقى فوق هنا ناحيه الشمال. هحط لكم كل الاكواد، هم اللي نزلوا 4 اكواد او 3 اكواد. آه، يعني كل جزء في الفيديو هحط لكم كود معين لحاجة معينة يعني خلال الفيديو. فيا ريت تكمل معايا لآخر الفيديو عشان تاخد كل الأكواد. مش هحطها لكم في الديسكريبشن المرة دي، هجرب كده نحطها في الفيديو ونشوف هيبقى ايه. الدنيا هتمشي ازاي. ومن غير ما اطول عليك كتير، يلا بينا نخش في الانترو على طول. ورجعت لكم تاني بعد الانترو يا جماعة. طيب دلوقتي يا شادو، انا معرفش ازاي ابني الارتفاكتس بتاعتي، ولا احط ايه على مين، ولا اعمل ايه. اقول لك، انت اهم حاجة في الشخصية تبص في السكيلز بتاعتها. السكيلز بتاعتها بتقرا كده بتقول بيعمل دامج بايه على ايه. يعني هنا بيعمل كذا دامج اوف جينوز اتاك. كل السكيلز بتعمل كذا دامج اوف جينوز اتاك، بتعمل كذا دامج اوف جينوز اتاك. فهمتني؟ فانت لازم تبقى عارف الدامج هيبقى على ايه بالظبط. هوريكم دلوقتي زي حد تاني كده بيعمل دامج بيسكيل اوف اتش بي. مثلا اهو الماكس دامج بتاعه بيسكيل اوف يوزر اتش بي. ماشي، هنا الماكس دامج بتاعه بيسكيل اوفر اتاك. هنا الماكس دامج بتاعه بيسكيل اوفر اتش بي. هنا مثلا الماكس دامج بتاعه بيسكيل اوفر ديفense. فكل شخصية بتسكيل على حاجة معينة. فانت لازم تعرف الشخصيه دي اول حاجه عشان تبدا تبني شخصيتها. لازم تعرف الشخصيه دي تسكيل على ايه، الشخصيه دي التايب بتاعها ايه، بتبنيها ازاي. طيب يا شادو، طب انا دلوقتي الشخصيه بتاعتي زي ايما، هي تاني اقوى دي بي اس تانك في اللعبه. وده حرفيا من غير مبالغه مني. السكيلات بتاعتها قوية جدا، الاستفادة بتاعتها قوية جدا. أنصح اللي معهوش يحطها في الريت اب بانر عشان يقدر يجيبها يستفيد منها. قوية جدا وفعلا هتعديك في ذات في ثواني. فيا ريت اللي ما جابهاش يحاول يسحب عليها. طب يا شادو، انا دلوقتي ببني الشخصيات اللي بتسكيل على الاتش بي ازاي؟ هقول لك، انت مش لازم تبقى انت لازم تبقى عارف انها بتسكيل على الاتش بي، ولازم تبقى عارف حاجه تانية السكيلز بتاعتها. ايه نوع الاكسترا؟ يعني في حاجه تانية بتعملها غير اللي بتسكيل على الاتش بي. هقول لك مثلا اما بتديلز بريك دامج، يعني بتعمل بريك على كل السكيلات بتاعتها. زي ما انت شايف كده بتعمل بريك بالسكيلات بتاعتها، بريك ميديوم، بريك هيفي. فالسكيلات بتاعتها بتعمل بريك. ما عدا الالت، السكيلات بتاعتها العاديه بتعمل بريك. فانت لازم تبنيها سكيل على الاتش بي وبتعمل بريك بسرعه. يعني اما تبنيها تسكيل على الاتش بي وبتعمل بريك بسرعه. ليه؟ الاتش بي عشان تزود الدمج بتاعها، والبريك عشان تزود الدمج بتاع البريك بتاعها. طب يا شادو، ايه طيب ايه السيتس اللي احطها؟ اول حاجه النوبل ساكريفايس سيت. دي بتحطها لاي حد بيسكيل على الاتش بي. لازم تبقى حاطط على الاقل منها اتنين. ما انصحش ان انت تحط الاربعه ست عشان بتقلل من الدمج بتاعك. الا لو انت سبورت، الا لو انت هتحطها على سبورت مش محتاجه يعمل دمج، انما محتاجه يسبورت التيم. ساعتها بتحط الاربعه ست. انما قبل كده لا، انت بتحط الاتنين ست عشان بتزود اليوزر اتش بي بتاعك ب 8%. ودي الارتفاكت الوحيده اللي بتزود اليوزر اتش بي. فنصيحه مني لازم تحطوها. انتوا زي ما انتم شايفين كده انا حاطط على اما اتنين جولد، اتنين ليجندري منها، واعمل لهم ابجريد لليفل 10 زي ما انتم شايفين كده.
الهيدسيت الهلمت مدياني اديشنال اتش بي، يعني بنسبه معينه، وهنا اديشنال اتش بي بالبرسنت كمان. يعني مدياني اتش بي زياده 937 اتش بي زياده، و اتش بي كمان ايه، برسنت مدياني 3%، 3.37% اتش بي زياده. هنا نفس الوضع مدياني اتش اديشنال ديفense. عايز اعرفكم حاجه. في الغالب الهيدسيت بتاع الشخصيات، يعني هي متقسمه هيدسيت، تمام، ومتقسمه روب، ومتقسمه جلوف، ومتقسمه بوت. في العادي الهيدسيت بتدي اتش بي. خلاص، انتوا لو دخلتوا كده، عايز اعمل تشينج مثلا ارتفاكت، دخلتوا هنا هتلاقي برضو الهيدسيت التانية بتديك اتش بي، الهيدسيت التالتة بتديك اتش بي. اي هيدسيت في العادي بتديك اتش بي. في هيدسيتس زي دي كده بتديك اديشنال ديفense، في هيدسيتس بتديك اديشنال اتاك، يعني زي ما انتم شايفين كده. انما العادي انها بتديك اتش بي و اتش بي بيرسنت، يعني اتش بي و اتش بي بيرسنت. نصيحة مني على الشخصيات اللي بتسكيل بالاتش بي، حطوا السيتس اللي بتسكيل اتش بي بيرسنت، يعني هي بتديك رو اتش بي بيرسنت مش اتش بي عادي. انا لسه ما جاتليش الهلمت الجولد بتاعه الاتش بي العادي، فكنت حاطط الهلمت دي بس نقلتها على السبورت بتاعي، بتدي اتش بي بيرسنت زي ما انت شايف كده. سوري. فعايز تبني شخصيات الاتش بي، حط ال المين ستات بتاعها اتش بي بيرسنت. خلاص. طيب الروب في العادي هو بيديك اديشنال ديفense، في روبات تانية بتديك حاجة غير الاديشنال ديفense على ما اعتقد كده. زي ما انت هتشوف كده دلوقتي، انا بدور على اي روب بيكون ما بيديش اديشنال ديفense. هو كله بصراحة الروبات بتدي اديشنال ديفense. خلاص احنا كده ثبتنا الروبات يا جماعة بتدي اديشنال ديفense بس، يعني اي روب بيدي اديشنال ديفense بس. نصيحة مني، في روبات بتدي لو انت بتبني الشخصية اتش بي بعد ما بتعمل لها ابجريد. انت عايز اعرفكم حاجة، يعني انت كل ما بتعمل ابجريد، يعني ده الروب ده بلس 10، فمديني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستات، تمام. عايز اعرفكم ان انت لما بتوصل بلس 10 بيديك 5 ستات. اي حاجه قبل كده بيبقى معاك 4 ستات زي ما انت شايف كده. اي حاجه بقى بعد كده انت بتوصل 15 ايفولف بيديك ستات زياده. يعني انا لو زودت الارتفاكت دي مثلا، انا مش عايز ازود الارتفاكت بس عشان الجولد بتاعي مش قد كده. لو زودت الارتفاكت دي ل 15 هيفتح لك ستات تانية تقريبا. فكل ما بتزود عدد الرقم بتاع البلس بتاعها فوق، كل ما الستاتس اللي انت بتاخدها بتزيد. خلاص. نسيت اقول لكم ما تعملوش ابجريد قوي لاي حاجه تحت الايبك. يعني اي حاجه لونها مش بنفسجي ما تعملوهاش اي ابجريد قوي، اخرها 5، عشان ما تصرفش عليها جامد وبعد كده ترجع تقول ده انا معيش جولد، ده انا معيش بتاع. زي ما انتم شايفين انا معظم الحاجات اللي صارف عليها هي ايبك وليجند زي ما انتم شايفين كده. تقول لي يا شادو بس انا لسه في اول اللعبه ومعيش حاجات ايبك ومعيش حاجات ليجند. اقول لك خلاص مش مشكله، طور الحاجات الزرقاء اللي معاك الرير، طورها بلس 5 مش هتفرق. بلس 5 من بلس 10. لقيت الشخصيات ضعيفه قوي، ماشي يا عم بلس 7 بس ما تصرفش عليها جامد لان الجولد في اللعبه دي قليل زي ما قلت لكم. خلاص. طب يا شادو نرجع لاما. انا دلوقتي يا شادو خلاص حطيت 2 ست من النوبل ساكريفايس دي، وركزت ان التوب ان الهات او الهيد ست تبقى بتديني اتش بي زياده زي ما انت قلت لي، بتديني اديشنال اتش بي عشان في سيتس بتديني اديشنال ديفense او اديشنال اتاك، بتدي اديشنال ديفense واديشنال اتاك. فركزت انها تبقى اتش بي، وركزت كمان انها تبقى اتش بي بيرسنت. الجزء التاني بقى احطه ايه؟ اقول لك حطه ايه، السوليد انالايز. ليه يا شاد احط السوليد انالايز؟ لان الاتنين ست منه بتديك اكسترا بريك دامج ب 15%. طب يا شادو انا هستفيد من الاكسترا بريك دامج 15% دي ازاي؟ اقول لك ان السكيلز بتاعت اما زي ما قلت لكم بتسكيل على الاتش بي وبتعمل بريك دامج، فهي شخصيه عباره عن بريك زي ما انتم شايفين كده. كل السكيلز بتاعتها بريك 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 بريك، فانت محتاج الشخصيه دي تبني على البريك. فالسوليد انالايز هي احسن ست تحطها لو انت الشخصيه بتاعتك بتعمل بريك، لانها بتزود البريك زي ما انتم شايفين كده. مش هقول لك حط 4 منها، لا حط ماشي، حط 15% بس، حط الاتنين ست بتوع الجلوف البوت عشان تستفيد من ال 15% اكسترا بريك. انا بصراحه اما من اقوى الشخصيات اللي بتعمل بريك عندي.
فمستفيد بكده. طب يا شادو خلاص عرفنا الشخصيات اللي بتسكيل على الاتش بي بحط لها النوبل ساكريفايس، كمان الشخصيات اللي بتسكيل بالبريك بحط لها السوليد انالايز. اعمل ايه تاني؟ اقول لك انت لو فتحت النكلس والبريسلت والرينج والايرنج سيتس، في كذا ست. انا مش حاطط بصراحه ستات معينه للشخصيات، لان لسه بجرب كل السيتس بتاعت النكلس والبريسلتس. بس ده يعني احسن كومبو قدرت اوصل له باما بالذات. زي ما انتم شايفين كده انا حاطط عليها الست بتاعت الاكسترو اكسكيوتنر. انا هسميها اكس، اوكي، الاكس ست. تمام. عشان بتدي اتاك، اكسترا اتاك على الانيميز لما بيوصل هيلثهم 40%، بتكسب 8% اكسترا اتاك. يعني دي مش احسن ست الامه، لان اما في العادي انت بتبقى عايز تضرب بيها ساعه لما يبقى عندهم البريك جايج، فهيلثهم ما بيبقاش قليل عن ال 40%. بس بعد ما البريك بيخلص بتبدا تسكيل الدامج بتاعها بطريقه كويسه، ودي مش حاجه وحشه ابدا. فالست دي يعني هي مش احسن حاجه على اما، بس هي قويه جدا. تقول لي يا شادو طب ايه ست تانية ممكن تحطها على اما؟ هقول لك ممكن تحط اكسبرت، لانها بتقول لك لما بتلاند كريت هيت بتديك 25% تشانس ان انت تنكريز الاتاك بتاعك 0.1 0.8 سوري بيرسنت، وبتعمل ستاك ل 100%، فانت ممكن تكسب 80% اكسترا اتاك. يعني 25% نسبة ان انت تاخد 80% اكسترا اتاك، فدي نسبة ضعيفة شوية، وانا بصراحة حظي يعني زبالة، فما بحبش احط الحاجات اللي فيها نسب دي، اللي هي بيقول لك تشانس ان انت تكسب كذا، تشانس ان انت تكسب كذا. ما بحبهاش بصراحة، يعني بتضايقني شوية وما بتكسبنيش اي حاجة. طب الشادو ايه تاني ممكن احطه؟ اقول لك بس هي دي الحاجات اللي ممكن تحطها على اما، عشان هنا بيديك اكسترا اتاك وهنا بيديك كمان اكسترا اتاك. في سيتس تانية بس مش لإما. طب يا شادو حاطط ايه غير الاكس ست؟ حاطط كمان الشامبيون اوف فيلد، ليه؟ بيديك انكريز اتاك باي 5% فور 4 سكند وين لاندنج ا كريت هيت. اما شخصيه من النوع اللي بتكريت كتير، الالت السكيلز بتاعتها بتعمل كريت دامج عالي وبتعمل كريت دامج كتير، فبيقول لك انت لما بتلاند انت بتاخد انكريز 5% اتاك لما بتلاند كريت هيت، تاخد كول داون 1 ثانيه. يعني انت لو بتضرب سكيلايه، السكيلايه دي عملت كريت، بتاخد 5% اتاك زياده على طول في ساعتها. بعد كده بتاخد 5% اتاك زياده، بعد كده بتاخد 5% اتاك زياده. ما بتسكيلش الانفينيتي، هي بعد كل داون بتاخد 5% اتاك زياده. انت مع ايما هتفضل تاخد ال 5% دي على طول. ليه؟ لانها السكيلز بتاعتها كلها بتكريت، وبالذات الالت بتاعتها بتعمل كريت قوي جدا. فكانت احسن ست بالنسبه لي ان انا احطها عليها الشامبيون اوف فيلد. خلاص. طب يا شادو انا دلوقتي فهمت ان الشخصيات اللي ببنيها بيبقى عن طريق السكيلز بتاعتها، بشوف بتسكيل على ايه، وبهتم كمان اذا كانت بتعمل بريك او لا. طب الشخصيات يا شادو اللي ما بتعملش بريك، او الشخصيات اللي ليها يعني حاجه معينه، نوع معين، هيقول لك زي جينوو. لا ده مش جينوو، سوري، شوجين. زي شوجين هو بيسكيل على الاتاك، دي اول حاجه. طب خلاص عرفنا انها بتسكيل على الاتاك. في حاجه تانية؟ في اي ميزه تانية يا شادو؟ في اي بيعمل اي حاجه معينه؟ هقول لك شوجين ما بيعملش كريت خالص. زي هنا كده بيقول لك شوجين كان نوت ديل كريت هيت بات اتاك انكريز باي 40%. الاتاك بتاعه بينكريز باي 40%. امتى؟ بيقول لك when end of day is used apply the ultimate hunter effect. The ultimate hunter effect resets the cooldown of rain of flames و increase the user attack and defense penetration by 12%. طب يا شادو شوجين ما بيعملش كريت، يبقى لازم ما احطلوش كريت 6. اقول لك مظبوط، كده بدأت تفهم. طب احط له ايه يا شادو؟ انا بصراحه لقيت ان احسن حاجه تتحط عليه اول حاجه، طبعا عشان هو بسكيل اوت اوف اتاك زي ما انتم شايفين كده، انا حاطط الهيدسيت بتاعته بيديني اتاك بيرسنت، و الفيست او الارمر مديني اديشنال ديفense. زي ما انتم شايفين كده الجلوف مديني اديشنال اتاك، و الليج سيت مدياني اتش بي. طب الليج سيت بتديني ايه تاني غير الاتش بي؟ زي ما انت شايف كده البوتس بتبقى متنوعه شويه، في بيديك اتش بي بيرسنت، وفي بيديك كريت هيت دامج، في بيديك ديفense، في بيديك ديفense بنتريشن،
في بيديك هيلينج جيفن، في بيديك كذا حاجه يعني، في حاجات تانية ما اعتقدش هي كده بس. فانت مش عايز على شوجين كريت هيت دامج لان هو ما بيكريتش. مش عايز على شوجين اتش بي بيرسنت لان هو بيسكيل اوت اوف اتاك، فانت مش محتاج اتش بي بيرسنت. مش عايز ديفense بيرسنت لانه بيسكيل اوت اوف اتاك. مش عايز ديفense بنتريشن لان الالت بتاعته اصلا بتديله 12% ديفنس بنتريشن، فانت مش محتاج ديفنس بنتريشن. مش محتاج تديله هيلينج جيفن لان هو ما بيهيلش اصلا، فالهيلينج جيفن ده مش هيديله اي اكسترا افكت. فهمتني؟ فانا حاطط له ايه، رو اتش بي، لان مفيش زي ما انتم شايفين كده ال اللي اسمه ايه، مش البوتس ما فيهاش اتاك. لو كان في بوت اتاك كان زماني حاطته له. فالاحسن حاجه لقيتها بالنسبه لي ان هو ياخد اتش بي بيرسنت. خلاص، حاطط له هنا اتش بي بيرسنت هنا. زي ما انتم شايفين كده اتاك، اديشنال اتاك، وكمان في هنا اتاك بيرسنت. حاطط له هنا ديفense، وحاطط له هنا برنسنت اتاك. انا ركزت قوي في جين ان انا اديله ماكسمايز اتاك، فحطيت له 4 ست من الارمد ست اللي هي بتديك اكسترا اتاك وين اتاكينج، اجنور في 15% اوف ذا تارجت ديفense اند اتاك، وكمان بتديك الانكريز باي 5%. ودي حاجه قويه جدا وبتقدر تستفيد منها قوي في شو جين بالذات، لان الدمج بتاعه عالي، وهو فعلا 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 يعني اقوى دي بي اس موجود من الشخصيات العاديه. طب يا شادو، النكلس السيتس بتاعت الارتفاكت التانية اللي هي على اليمين، اللي هي عبارة عن النكلس والبريسلت والرينج والايرينجز، دي حاططها ايه؟ هقول لك انا حاططها برزيكرز. ليه؟ بيقول لك البرزيكرز بتعمل ايه الاول؟ when the user has a 50% HP or less their damage dealt increase by 15%. والاربعه ست بتاعتها بتديك ال HP condition بتاعها بيزيد من 50 ل 70%، والدامج ديلت انكريز باي 30%. انا شوجين بتاعي كل ما بينزل الارض بتضرب، يعني ده انا حظي كده، هو كل ما بينزل الارض بتضرب. ف يعني اقدر استفيد منه ازاي؟ حطيت له ان هو لما هيلثه يقل عن ال 70% يبدا يعمل 30% دامج زياده. يعني انا بنيه عن ايه؟ على الدمج. زي ما انتم شايفين كده الارتفاكتس مش مظبوطه قوي، مش احسن حاجه، لان مش راضي يطلع لي يعني البريسلت قصدي سوري النكلس اللي من النوع ده، مش راضي يطلع لي منها الاتاك، كله طالع لي زي ما انتم شايفين كده اتش بي. فيعني حظي سيء شويه، زي ما انتم شايفين كده مش طالع لي منها اتاك خالص. فمش عارف بصراحه اعمل ايه. يعني انا طالع لي هنا بيرسنت اتاك، دي كانت احسن حاجه قدرت اطلع بيها بصراحه. فيعني عملت لها ايه ابجريد. انا كان معايا نيكلس انواع نيكلس نفس النوع ده كده، كنت عاملها ابجريد ل 10 برضه، بس عملت لها ديسمانتل عشان كنت محتاج شويه فلوس. ف يعني ما لقيتش بصراحه واحده فيها بيرسنت اتاك، فدي كانت احسن حاجه احطها، لقيت عليها بيرسنت اتاك. البريسلت برضه مش لاقي حاجه تبقى مظبوطه قوي. زي ما انتم شايفين كده الاثنين فيهم لايت دامج، وواحده فيها ووتر دامج. دي ممكن تبقى احلى شويه لانها فيها فاير دامج، فممكن احطها. اعتقد دي اللي هحطها. يعني انا مش هزود دي قوي. زي ما انتم شايفين كده انت بتركز قوي في الاتريبيوت ونوع الكاركتر وبتسكيل على ايه عشان تقدر تبني كل الشخصيات بتاعتك. خلاص، انا مش هوريكم كل الشخصيات اللي عاملها بيلد، انا هخلص شوجن وهروح على طول على سينجو. بس زي ما انتم شايفين كده انا حاطط ايه ال سوري الرينج مديني اديشنال ديفense، مع اني المفروض احط الاتاك. انا هحطه لان هو الاتاك ده لسه جاي لي حالا، كنت بفرم البوس بتاعه فجاي لي. زي ما انتم شايفين كده انا معيش قوي ارتفاكتس تكون من النوع ده. كمان معايا ازرق لسه طالع لي، حلو قوي، حلو قوي. نوع اتاك قوي عشان ما بلاقيهاش. بس زي ما انتم شايفين كده الايرنجز هي بتديك اديشنال ام بي كلها، كل الانواع بتديك اديشنال ام بي، فما تقلقش انت حط فاهم اعلى حاجه موجوده قدامك. انا دي اعلى شويه فاقوم حاططها. سوري. فدي كده هي الست بتاعت شوجين. دول اكتر اتنين بصراحه طلبوا مني اعمل لهم سيتس، فدول اكتر اتنين عملت لهم. بس انتوا فهمتوا الكونسبت. ده بيسكيل اوت اوف اتش بي، فابنيه زي اما، بس ما تبنيهوش ب اتاك عشان هو ما بيعملش بريك. انا زي ما انتم شايفين كده حاطط له فول ست اتش بي عشان يديني الاكسترا اتاك. والايرنجز والحاجه بتاعته برضو حاططها اللي هي الست بتاعت الاوتستاندنج كونكشن، اللي هو بيقول لك لما بتتاج اوت، يعني لما بتعمل بتستدعيه او بتغير منه، بتبقى ماسك بتلعب بيه وبعد كده تغير، بيديك اكسترا اتاك باي 12% قويه جدا.
تمام. خلاص كفايه رغي بقى في الهانترز، ونخش في سينجو على طول. انا الارتفاكتس بتاعت سينجو حاططها زي ما علمتكم، ببنيها على الاتاك، باني جزء منها على الاتاك زي ما انتم شايفين كده. ايه الهيدسيت والجلوف، بانيهم الاثنين اتاك. وزي ما انتم شايفين كده الهيدسيت بتاعتي جولد. الهيدسيت دي بتديك اديشنال اتاك، يعني في هيدسيتس بتديك اديشنال اتاك وفي هيدسيتس بتديك اديشنال ديفنس. انا بصراحه ما لقيتش جولد هيدسيت بتديني اتاك زي ما انتم شايفين كده كده. حتى الايبك الاتاك الوحيد اللي حطيتها على شوجين. فخلاص قلت خلاص مش مشكله، اديشنال ديفنس اديشنال ديفنس. الجلوف زي ما انتم شايفين اديشنال اتاك، وكمان في اتاك بيرسنت زي ما انتم شايفين كده، والكريت هيت ريت. انا بركز قوي وانا بعمل ايفولف، ما بعملش ايفولف كده على الفاضي. لا انا بتاكد ان استنى عايز ازودها 15 عشان يمكن ايه اوريكم الاكسترا بتاع لما تجيلي هنا. زي ما انتم شايفين حظي يعني جميل جدا. انت لما بتوصل 15 ما بيديكش اكسترا يا جماعه ستات، لا هو بيزود لك الستات القديمه. زي ما انتم شايفين كده بيبدا يزود لك الستات القديمه. يعني هو زاد لي هنا الام بي كونسبشن، زوده لي شويه. ف يعني هي ما بتزيدش عن 10. 10 ده الماكس اللي بيفتح لك كل حاجه. فانت نصيحه ليك، اي حاجه ايبك او ليجند انت بتستخدمها زودها على 10، وبعد كده شوف ايه البرسنتج بتاعتك. لو البرسنتج تمام زودها، لو البرسنتج مش تمام زي دي كده. انا الهلمت مثلا مداني اديشنال اتش بي واديشنال ام بي واتش بي برسنت، مش مستفيد قوي بيهم. فانا لسه بدور على هيدسيت تكون تانية احسن. بس انا زي ما انتم شايفين كده ما عنديش هيدسيت اتاك تانية. والست التانية حاططها اللي هي وان هيد كيل، بتديني انكريز على الدمج بتاع الالتيميت باي 25%. ودي بصراحة الست من اقوى السيتس اللي موجودة في اللعبة كلها. ونصيحة مني استخدموها كويس، لانها فعلا 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 مفيدة جدا. زي ما انت شايفين كده انا الفيست بتاعي مديني كريت هيت ريت واديشنال اتش بي واديشنال ام بي. بصراحة مش احسن حاجة في الفيست، بس دي الحاجة اللي قدرت اطلع بيها بصراحة من الايبك والليجندري. حتى بص البوت حاططها كومن او عاديه خالص، مش حتى مش مزود لها اي حاجه، عشان ان شاء الله يجي لي حاجه احسن. تقول لي شادو طب انت ليه مش حاطط البوت الازرق ده؟ اقول لك ما بيديني اتش بي، بيديني هيلينج جيفن اتش بي. يعني اعمل بيه ايه؟ شوجين ما بيعملش، قصدي جين وو ما بيعملش هيل، استفيد منها ايه؟ مش هستفيد منها حاجه. دي بتديني ديفنس بنتريشن، استفيد منها ايه؟ مش هستفيد منها حاجه. انما الكريت هيت دامج هستفيد منه، عشان كده حاطه. فهمتني؟ فانت بتشوف ايه الستات، اكتر ستات انت بتستفيد منها وبتحطها. طب يا شادو انت حاطط ايه في الايرنجز؟ حاطط زي ما انتم شايفين كده الاكس ست. لان انا يعني لما الفايتات بتبقى صعبه شويه هيلث بيقل. اي نعم انا بعمل دوج وبعمل كل حاجه، بس هيلث بيقل. فلما هيلث بينزل عن ال 70% باخد 20% اكسترا اتاك. دي حاجه مش قليله. انا بصراحه شايف ان ال 40% دي قليل شويه. يعني لو كانت 50% ودي مثلا بقت 80% هتبقى احسن بكتير. انما هي دي اللعبه. زي ما انتم شايفين كده انا حتى النكلس بتاعتي فوق مدياني اديشنال اتش بي، وال اسمه ايه الاكسترا ستاتس بتاعتها ما فيهاش اتاك، حتى فيها كريت هيت دامج. البريسلت مدياني. انا كنت حاطط البريسلت دي مخصوص عشان البوس اللي انا كنت بلعبه اخر مره. زي ما انتم شايفين كده البريسلت بتبقى على حسب نوع السلاح اللي انت بتستخدمه، على حسب نوع الكاركتر اللي انت بتستخدمه. يعني اما هيبقى احسن لو حطيت لها دي عشان بتعمل ايه؟ بتعمل فاير، بتدي اكسترا فاير دامج. فكل شخصية ليها نوع معين من البريسلتس زي ما انتم شايفين كده. انا عشان لسه حظي سيء شوية في موضوع البريسلتس ده، فمش طالع لي حاجة قوية. يعني معايا ويند ومعايا ووتر ومعايا هنا فاير. طب ايه يا شادو السيتس التانية لو انا معيش الست دي ترجحها لي؟ هقول لك ايه الست بتاعت الاكسبرت، عشان انت بتكريت برضو بسنجو كويس. فالهيت الست بتاعت الاكسبرت دي قوية جدا، مش وحشة ابدا. هتفيدك لو انت معاك اسلحة بتكريت كتير، دي هتبقى كويسة جدا. طب يا شادو ايه تاني ممكن استخدمه؟ هقول لك الشامبيون اوف فيلد قوي برضو، ديك انكريز 5% اتاك ولاندنج اهيد كريت.
فالستين دول بتستخدمهم على الدي بي اس بتوعك، دي ودي والست اللي انا حاططها لشوجن. فهي دي كان السيتس اللي انا حاططها. هو ده كان رأيي بصراحة في السيتس. بس كده، يا ريت لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. اي اسئله عن السيتس يا ريت تسيبوها لي تحت في الكومنتس. هي بس عشان الموضوع تقيل شويه في السيتس، فانا ما قدرتش، فاهم، انا غطيت لكم كل حاجه اقدر اغطيها في الفيديو ده عشان ما يطولش كمان عليكم. فيا ريت لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتسيب لي رايك تحت في الكومنتس، واي اسئله تسيبوها لي تحت في الكومنتس مش هقدر اجاوب عليها. وسلام.